في مفاجأة صادمة هزت السوشيال ميديا. البلوجر الشهيرة أم مكة اتقبض عليها. الخبر انتشر زي النار في الهشيم، والناس مش مصدقة إن صاحبة المحتوى الهادئ والبسيط توصل للنيابة. بس إيه اللي حصل؟ وليه اتحركت الجهات الأمنية؟ في الفيديو ده هنعرف كل التفاصيل من البداية للنهاية. أم مكة واحدة من أشهر البلوجرز على منصات التواصل، خصوصاً تيك توك وإنستجرام. بتظهر دايماً في فيديوهاتها وهي بتشارك متابعينها تفاصيل حياتها اليومية مع بنتها مكة، وبتقدم محتوى يبدو عليه البراءة والبساطة، لكنه كان دايماً محل جدل بسبب طبيعة الفيديوهات وطريقة التصوير. حسب مصادر قريبة من التحقيق، القبض على أم مكة جه بعد بلاغات من مواطنين اتهموا محتواها إنه بيخالف القيم والأعراف، وإن فيه استغلال للطفلة مكة بشكل غير مناسب. البلاغات دي وصلت للنيابة العامة، واللي بدأت بالفعل التحقيق في طبيعة الفيديوهات وهدفها، وهل فعلا في استغلال الأطفال ولا لأ. النيابة العامة أصدرت بيان رسمي أكدت فيه القبض على البلوجر، وإن التحقيقات جارية بخصوص تهم تتعلق بيه انتهاك حقوق الطفل، تحقيق ربح غير مشروع من محتوى يمس القيم، نشر فيديوهات مسيئة أو غير لائقة بوجود طفلتها. وردود الأفعال اتقسمت، في ناس شايفة إن اللي حصل ظلم وإن الفيديوهات عادية وما فيهاش حاجة، وفي ناس تانية شايفة إن اللي بيحصل ده خطوة مهمة لحماية الأطفال من الاستغلال الرقمي. أما جمهور أم مكة فبين مصدوم وبين داعم، ولحد دلوقتي أم مكة ما زالت قيد التحقيق، وممكن النيابة تطلب حبسها احتياطياً أو إخلاء سبيلها بكفالة حسب تطورات القضية. وفي حال ثبوت التهم ممكن تواجه غرامات أو حتى عقوبات أشد حسب قانون الطفل ومكافحة الجرائم الإلكترونية. وفي النهاية القضية دي بتفتح باب كبير للجدل حوالين محتوى السوشيال ميديا، وإزاي ممكن البساطة الظاهرة تخبي وراها مشاكل كبيرة. هل فعلا أم مكة مظلومة؟ ولا القانون كان لازم يتدخل؟ اكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات، وهل شايفين إن استغلال الأطفال على السوشيال ميديا بقى ظاهرة فعلا؟